بسم الله الرحمن الرحيم. حسن المغربي سيغفريد، السلام عليكم. واحد التطور اقتصادي وسياسي بارز كيبين المتانة ديال العلاقات المغربية والجذور ديالها الممتدة إلى دول الساحل والدول الإفريقية، وفي نفس الوقت كيبين الانكماش ديال الدور الفرنسي والنفوذ الفرنسي في هذه الدول. وهذا الشيء هذا طبعا كيعني المغرب مع دول الساحل، النيجر، المالي والبوركينا فاسو. معلوم على ان هذه الدول هذه مرتبطه ماليا بالفرنك ديال دول افريقيا الغربيه، بنك يعني دي زيتا دو لافريك دو لويست، بنك دول افريقيا الغربيه. هذا الفرنك الموحد ديال الدول ديال غرب افريقيا معروف على انه هو تكريس الاستعمار الفرنسي القديم لهذه الدول هذو، انه يطبع هذا الفرنك الفرنسي الافريقي كيتطبع في دار السكه الفرنسيه، البنك الوطني الفرنسي، وانه كيكرس واحد التبعيه اقتصاديه وسياسيه ديال دول الساحل لفرنسا. في هذه السنوات القليله الماضيه كما عرفنا سقط عملاء فرنسا في عدة دول ديال الساحل، وبرزت أنظمة وطنية عسكرية اللي هي تنادي أولا بالنيجر أولا، البوركينا فاسو أولا، والمالي أولا. هذه الدول هذه الأنظمة سئمت من الدور اللي دائما كتلعبوا فرنسا كمخربة وكمستغلة ديال هاد الثروات ديال هاد البلدان هادو، وانه الغت هذه الدول، دخلت بعدا هي هاد الدول اصلا ديال الساحل في اطار واحد التحالف، واحد النظام الا بغينا نقولوا ماشي فيدرالي ولكن شبه يعني كونفدراليه، يعني اتحاد دول الساحل الافريقي، وصار عندها موقف موحد سياسي وايضا اقتصادي، بل وحتى دفاعي عسكري. هاد الدول هادو شفنا الدور ديالها الوقيته فاش تعدات الجزائر بالمرتزقه بقايا فرنسا في المالي، تعدات على الاراضي الماليه وعلى احدى الطائرات العسكريه ديال النظام المالي الفتي، طائره بير قدر اكنسي اللي كان عاد اقتناها الجيش المالي من تركيا. كيفاش الهبه اللي هبوا الدول كاملين ديال الساحل لنصره المالي ومؤازرتها ضد الجزائر، لأن الهجمة جات من الجزائر، من الجنوب ديال الجزائر، من مرتزقة كتدعمهم الجزائر، والجزائر هي أم الإرهاب وهي التي تدعم كاع الحركات المناوئة للحرية، الحركات التجزئية، الحركات الفيروسية اللي كتحن إلى الماضي الاستعماري، واللي كتكرسوا الجزائر بصفتها بنت الاستعمار، خليقة الاستعمار، وتتمسك بالحدود الموروثة على الاستعمار لأنها بنت الاستعمار، ولأن هذيك الحدود أنصفتها أكثر من اللازم على حساب الظلم ديال دول الجوار كاملين اللي تقتطعوا منهم الصحراء لصالح الجزائر، زريبة فرنسا وعصابة وظيفية ضد خصوصا الإمبراطورية المغربية الشريفة اللي لطالما خلعت وأربكت الحسابات ديال المستعمر. لذلك كنشوفوا دائما على أن الجزائر دائما كتمشي ضد الشعوب، ضد الوحده، ضد التحرر. خطيك من دوك الشعارات ديالهم ديال قبلة الثوار ومليون ونص شهيد وذاك التحلف، يا فرنسا قد اتى يوم النم، داكشي كله ما كاينش منه، هذاك غير تنويم مغناطيسي للقطيع المجوع اللي كيقول مانيش راضي، واللي مضبع، واللي اشرب في قلبه كهد المغرب. على كل حال، بالرجوع الى الدول ديال الساحل، الدول ديال الساحل الشعوب ديالها متحررة وعندها ضمائر حية أكثر من هذاك البشر الساكنة ديال الجزائر، ولذلك هذه الشعوب التحمت بجيشها الوطني وأسقطت فرنسا والنظام ديالها. عقبة العملاء فرنسا في كل زمان ومكان، عملاء الاستعمار والصهيونية وغيرها في كل زمان ومكان، وأصدقاء البشرية والحرية والحياة الهادئة الوديعة. دابا هاد الدول ديال الساحل طبعا اول ما جات الانظمه الجديده
جرت على العملاء اللي فاتوا، فكت الارتباط بفرنسا، وبالتالي بقى عندهم الهاجس ديال الجزائر اللي هي آخر مستعمرة فرنسية وبنت فرنسا واللي كتهددهم. هاد الدول هادو داروا واحد اتفاق ديال دفاع مشترك وديال وحدة سياسية مشتركة، وفي نفس الوقت داروا واحد الخط منيع أمام الجزائر والمحاولات ديال إعادة الأنظمة السابقة خدمة لأمها فرنسا. هاد الدول طبعا شفنا في الاعتداءات اللي كتعدى الجزائر على شمال كل من النيجر والمالي، كيفاش أن هاد الدول هادو وقفوا بإدانة الجزائر ووصمها بأنها ماشي قبلة الثوار ولكن قبلة المجرمين المنحرفين الصيع. فالبوليساريو أرض من لا أرض له من الصيع ومن المجرمين ديال العالم الثالث كامل. هاد الدول هادو طبعا المغرب كتعتبر هاد الدول الساحل امتداد ليه، يعني مجال حيوي كما كانوا كيقولوا الألمان في الحرب العالمية الثانية. المجال الحيوي المغربي هو دول الساحل والصحراء بدءا من موريتانيا. طبعا المغرب عنده امتدادات إلى غرب إفريقيا ثم إلى إفريقيا كاملة بالعمق ديالو اللي هو دول الساحل والصحراء بدءا من موريتانيا، تشاد، المالي، النيجر، البوركينا فاسو، السنغال وانت غادي. الجزائر كان دائما الهاجس ديالها هو أنها تهرس هذا الامتداد المغربي وأنها توقف المد المغربي وتعزل المغرب. لذلك شفنا محاولات توغلات ديال البوليساريو في القرقرات، ثم انتهى الأمر بعد طول نفس والصبر ديال المغاربة بتحرير القرقرات في 13 نوفمبر 2020 وبسط الشرعية المغربية عليها وطرد عملاء الجزائر. الشيء اللي ما غادي يعجبش طبعا الكبرانات. المغرب نظرا للعمق ديالو المرتبط بالدول ديال الساحل، الخطوط ديال الامدادات ديال القوافل ديال الشاحنات التجاريه، ونظرا لان المغرب دوله تؤمن بالسلم والحوار وحسن الجوار، علاوه على ان المغرب ادان كل التدخلات كما بغات تكون خصوصا الجزائر في الدول هادو، علاوه على ان المغرب كينادي دائما بحل المشاكل بالطرق السلميه والحوار ونبذ لغات العنف والسلاح، وهذا الشيء كيصلح لا في المنطقه ديالنا ولا في العدوان الصهيوني الهمجي الحقير ديال اليهود على خوتنا في غزه وفي فلسطين عامه. الله يفك المحنه ديالهم، والله يجعل الدوائر تنقلب على يهودا ويذوقوا الجوع ويذوقوا العطش وترجع الليالي الملاح ديال الربعينيات من القرن الماضي كما كيسوموا هاد المستضعفين سوء العذاب. عسى ان تلك الايام الملاح ديال الربعينيات ترجع لهم ان شاء الله. دابا المغرب علاوة على أنه بلد يؤمن بالحوار ونبذ العنف وما إلى ذلك، المغرب مد جسور ديال التعاون جنوب جنوب مع دول الساحل، أبرزها هذه التجارة البينية ديال رابح رابح كما كيقول الملك ديالنا دائما، رابح رابح. ثم أيضا مبادرة ديال ولوج دول الساحل والصحراء للمحيط الأطلسي. هذه مبادرة اللي في نفس الوقت كتفك العزلة على الدول ديال الساحل، وفي نفس الوقت كتضمن أن دول الساحل يعترفوا المغرب بصحرائه ووحدته الترابية، لأنه الولوجية ديالهم غتكون إلزاميا من الصحراء من الداخلة على وجه التحديد. إذا المغرب يضرب عصفورين بحجر، كي ينمي هاد الدول هادو الفتية وكيشد الأزر ديالها، وفي نفس الوقت كي ينمي الحلفاء ديالو المغربية ديال الصحراء ديالو وأيضا المجال الحيوي ديالو. الجزائر طبعا ما غادي يعجبهاش هذا العمل هذا، تحاول دائما زعزعة الأمن في هذه البلدان ديال الساحل والصحراء، الانقلابات، الحركات يعني المتمردة تمدها بالسلاح وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت تحاول استفزاز المغرب إعلاميا بالذباب الإلكتروني بالمناورات بالمقذوفات المتفجرة. المغرب ودول الساحل عرفوا على أن المصير ديالهم مشترك. المغرب في واحد المؤتمر في الخريف ديال 2024 في الرباط، سلسلة الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، أنه عرض التجربة العسكرية ديالو ديال الدرونات، المظلة ديال الدرونات، المظلة الجوية ديال القوات الجوية الملكية لحماية هذه الدول من الهجمات الإرهابية، وأي إرهاب أكثر من الإرهاب الجزائري. فطبعا هذه الدول بعدما المغرب مد لها يد المساعدة العسكرية بتدريب مظليين مثلا ديال المالي، أو لا الجيش المالي كمثال على استعمال الأكنسي بإقدار والأسلحة
والدرونات اللي جايه من تركيا، نظرا لانه السلاح المغربي والمالي مصدره واحد في هذا المجال هذا ديال الدرونات، تركيا او الصين، والدور المشكور ديال الامارات اللي كتساعد المغرب وهاد الدول هادو لوقف السعار والاطماع الجزائريه. طبعا الجزائر شعلت فيها العافيه وزادت عاد من العدوان على هذه الدول وما شابه ذلك، لكن المغرب ليس بالمرصد. ولو ان المغرب واحد البلد مسالم، واحد البلد اللي ما كيبينش التوجهات العسكريه ديالو ولا الاسلحه ولا غيرها، ولكنه المغرب راه هو واقف وقفه رجل يقظ مستعد في اي لحظه يدافع على الارض والعرض. بالنسبه لهذه الدول هذو ديال الساحل، علاوه على انها رفعت سقف التحدي في وجه الجزائر وهددت ايضا بالتدخل العسكري، وانه سحبات السفراء ديالها وحتى هي غلقت المجال الجوي ديالها مع الجزائر المعتديه. هذه الدول هذه نمات العلاقات التجاريه والعسكريه مع المغرب ومع الامارات ايضا، ثم ايضا مشات هذه الدول هذه الى الاستفاده من المبادرات الملكيه ديال رابح معها، ولوج الدول الى الاطلسي، التنميه المتبادله المشتركه بين الدول، واللي كان عنده ايضا واحد الوقع ايجابي على مغربيه الصحراء. يعني المغرب سحب البساط من بلدان افريقيه اللي كانت مع البوليساريو حتى عهد قريب وضمها الى من يعترفون بمغربيه الصحراء، يعني عصفورين بحجر، ضربا للجزائر ومساعده للحلفاء ديال المغرب وللصحراء ديالو. مؤخرا انتبهت هذه الدول ديال الساحل، تجمع الساحل والصحراء، الى انه راه طالما ان الاموال ديالهم وان العمله ديالهم تطبع في البنك الوطني الفرنسي، بنك ناسيونال دو باري، ودور السكه ديال باريس، فالسياده ديالهم كتبقى منتقصه وكتبقى فرنسا دائما عندها اليد العليا عليهم. راجت اخبار مؤخرا بان المغرب اجرى اتصالات حثيثه مع دول الساحل والصحراء اللي هما النيجر والمالي والبوركينا فاسو، على اساس انه غادي تحدث لهم واحد العمله جديده موحده، ماشي هو الفرنك ديال دول افريقيا الغربيه، ولكن عمله من العملات اللي غادي تكون ستطبع في المغرب في دار السكه المغربيه وتحت اشراف بنك المغرب. وان هاد العمله هذه ديال الدول الموحده ديال الجديده ديال الدول ديال افريقيا الغربيه غادي تكون مرتبطه بالدرهم، بمعنى على ان الدرهم سيصير عمله قابله للصرف في هذه الدول كمبادره اولى لتعميمها على المزيد من الدول الافريقيه. غادي يولي الدرهم المغربي اللي كيحمل الصوره ديال الملك ديالنا واللي كيحمل الشعار ديال المملكه وان تنصروا الله ينصركم، غادي يولي عمله رسميه افريقيه. هنا ذاك الاعداء ديال الوحده الترابيه ديال المغرب في افريقيا وبقايا فرنسا، خصوصا دوك اليساريين بحال احد البرلمانيين في البرلمان الفرنسي جون لوك ميشيل، دق ناقوس الخطر ونادى لتهيئ فرنسا واستعدادها ويقظتها، قائلا بان المغرب عنده واحد الطموحات اللي غادي تهرس فرنسا في مقتل، لان المغرب مشى الى الشق الاقتصادي والمالي اللي عليه كتدور الحروب. الحروب بنفسها كتكون غير وسيله لتحقيق مكاسب اقتصاديه. ان المغرب مشى الى العمله اللي هي من مقومات السياده ديال اي بلد، وصار المغرب سيخلف فرنسا في العمله ديال هاد الدول هادو طباعه في المغرب، ومساواة لهذه العملة مع الدرهم المغربي. وعلاش لا يولي الدرهم المغربي يتعامل به في هذه الدول، وتصير الأبناك ديال هذه الدول هذه كما كتقول مثلا الفرنك الافريقي الموحد شحال كيسوى بالاورو وبالدولار، ها شحال كيسوى بالدرهم المغربي. اولا الا بقى كيتسمى الاورو ربما ستعاد تسميه ديال هذه العمله هذه، قد تسمى الماكوتا، قد تسمى شيئا عنده علاقه بالموروث الثقافي ديال الدول الافريقيه. كما كان المغرب في عهد الحمايه كان الفرنك ثم صار الدرهم. فهذه الدول هذه بدات من الان واحد المسائل اللي مازال ما توضحش رسميا، يعني هي مساله في الكواليس، لكن اكيد على ان المغرب غادي في واحد المشروع طموح اقتصادي مع دول الساحل والصحراء، النيجر
المالي، بوركينا فاسو، لإصدار عملة موحدة ديالهم تطبع في المغرب قابلة للصرف مع الدرهم المغربي، وأيضا قابلة استسمح لأن حدايا واحد البشر يعني دون المستوى قاصر كيدير لي الضجيج، وقد أنذرته بأني بصدد تهيئة فيديو ولكن لا يتعظ. فالمغرب عقد العزم على أنه غادي يطبع واحد مع الدول هادو بالموافقة السيادية ديالهم عملة موحدة اللي ربما لن تسمى الفرنك، قابلة للصرف بالدرهم، والدرهم يصير قابلا للتعامل في هذه الدول، الشيء اللي يجعل أصوات ناعقة في فرنسا تدق ناقوس الخطر إلى إيمانويل ماكرون والحكومة ودوك البقايا ديال من يحنون إلى الاستعمار، بقايا الحماية، أنه عندك راه المغرب يتوسع اقتصاديا على حساب فرنسا. المغرب صار يلاعب الكبار، والمغرب صار طموحه طموح دول كبيرة، وأنه الشعوب ديال هاد الدول هادو ما يمكنناش حنا فرنسا وفي كرههم لفرنسا ما دوزت عليهم والمذابح وسلب المعادن لن ترجع العجلة إلى الوراء، وأن الجزائر هي اللي كتحاول ترد الأنظمة العميلة ديال فرنسا إلى تلك الدول، والمغرب يرسخ استقلالها واعتمادها على عملاتها. فصاروا ينذرون بأن المغرب وبسياسة ناعمة وهادئة صار يغزو فرنسا في آخر مستعمراتها، وصار الدرهم المغربي يهدد الفرنك الفرنسي. فمزيدا من التقدم إن شاء الله والاضطراد، وهذا هو الطموح اللي كيعجبنا في البلد ديالنا، أن البلد ما يبقاش غادي بديك العقلية ديال اللي كيقولوا تازا قبل من غزة أو لا المغرب أولا. لا، المغرب أولا معنيتها المغرب وحلفائه أولا، المغرب وغزة أولا. المغرب وشفنا المساعدات اللي كنشكروا عليها الملك ديالنا، 15 طائرة ديال هرقل السي 130 اللي مشات إلى فلسطين إلى غزة، كنشكروا الملك ديالنا. الأيادي البيضاء رئيس لجنة القدس، هذا امتداد مغربي اللي كنشوفوا الشكر للمغرب في مشارق الأرض ومغاربها، وأيضا المغرب ودول الساحل أولا، لأن الجزائر تحاول أنها تستقطب الدول والعصابات في الجهات الأربع، وهادو بغاو المغرب يشد عليه الأبواب ديالو. لا ولا ثم لا، ما يمكنش اليد الواحدة أنها بوحدها تصفق. مزيد من التقدم يا مغرب، وليخسأ أعداء المغرب في كل زمان ومكان.